اعتبار إصابة نجمهم الجديد آنذاك سامي الجابر في ذلك التاريخ كان لاعبا شابا، والآن نراه قائدا خبيرا. محاولة من سامي الجابر، يحاول المرور وسامي الجابر يبقي على الكرة لصالحه. جول! محمد العنبر يحرز الهدف الهلالي الأول، وسامي الجابر يقول ها أنا وأحقيتي بالعودة للتمثيل الدولي لا شك موجودا بعد كرة ممتازة من سامي الجابر في الجهة اليمين تجاوز بها المدافعين الأهلاويين وهي الكرة بشكل رائع جدا ويحضر الهدف الهلالي الأول. محمد العنبر. هنا سامي الجابر عودة قوية في المباريات المحلية قبل المواجهات الدولية. لما لا يعود سامي الجابر وهو بهذا الحضور القوي؟ كرة هيئها ناحية محمد العنبر والعنبر يعالجها بالشباك. قلت أن الهلال أكثر حضورا في شوط المباراة الأول وبالتالي هو الأحق بالهدف الأسبقية. وقع كرة القدم التخلف في هدف، هذا لا يعني أنه نهاية الأمور ونهاية المطاف. تيسير الجاسم ومحاولة كانت خطيرة لكن الكرة إلى خارج أرض الملعب، ربما تأخذنا إلى ذكرى هدف محمد مسعد في الشباك الاتحادية، كانت مشابهة من المكان والزاوية لكن أيضا مختلفة في الزمان وأتت إلى خارج أرض الملعب. الكرة ملعوبة إلى الأمام، إجفين البيشي يتدخل معها البرازيلي كاماتشو، وجيوفاني الذي حضر من سانتوس البرازيل إلى الفريق الهلالي يوزع كرة في المليمتر بالمليمتر، وأعتقد أنها الكلمة التي يستعيرها الآن من الزميل رؤوف خليف وحينما يذكر بالمليمتر، وأقولها الآن فعلا أتت من جيوفاني كذلك. هنا البرازيلي كاماتشو، جول هلالي ثاني، جول وهدف مستحق للفريق الهلالي لا شك في ذلك. تقدم هلالي بهدفين دون مقابل، تقدم مستحق بواقع وعطف على الهجوم الهلالي، بواقع الحضور الهلالي، بواقع الهجمات الهلالية، بواقع جمالية الهلال في شوط المباراة الأول. سامي الجابر هو الصانع الرئيسي للهدفين في المباراة. هنا سامي الجابر من جديد صانع واحدا لمحمد العنبر والثانية للبرازيلي كاماتشو، ويبدو أن العودة الدولية تقود سامي الجابر للإبداع. بتيسير الجاسم عرضية تأتي من سلطان البرقان، البرقان إلى كاماتشو، كاماتشو ناحية العنبر لسامي الجابر إلى كاماتشو، والثالث هلالي، شعللوها والهلال عملوها وشباك الأهلي مزقوها. 3 أهداف هلالية بصناعة من الطريقة الجابرية للبرازيلي كاماتشو، والأمور صعبة على الأهلاويين، صعبة على الأهلاويين أبدا صعبة. كاماتشو الآن يحرز الهدف الثاني له في المباراة والثالث لفريقه والثامن له في دوري خادم الحرمين الشريفين. صعبة جدا على الأهلاويين، صعبة جدا، صعبة يا أهلاويين. اسمح لي يا أهلي، اسمح لي يا قلعة الكؤوس، اسمح لي يا كواسر، أبدا هذا ليس بمستوى الأهلي. الهلال المكتسح في هذه المباراة، الهلال الأفضل في هذه المباراة. الهلال منذ أن دخل شوط المباراة الأهلي، منذ أن دخل شوط المباراة الأول وهو يقول للأهلي أنني قادم من الرياض برغبة للانتصار، و3 أهداف صعبة جدا يا أهلاويين تأتي وتمزق شباك ياسر المسليم. هذه كرة مارسيلو كاماتشو الأخيرة كان ذك، وجيوفاني يحاول يبقي على الكرة لصالح، يغير الكرة لسامي والرابع يضيع على الهلال، يضيع الهدف الرابع. وسط دفاع واضح أنه ضائع. هنا الكرة من جديد، جيوفاني لسامي الجابر، سامي بلا أنانية للعنبر لكن العنبر يضيع كرة كانت سانحة إلى أن تكون هدف الهلالي الرابع. المباراة الثانية
بالتالي نبقى مع الدقائق القادمة، وديان في المحاولة المقبلة، والكرة لخارج أرضية الميدان. كادت أن ترسم عودة أهلاوية في شوط المباراة الثاني، لكن العودة الأهلاوية لم تأتي ولم يشاءها الله بعد أن ذهبت من فهد الشمري إلى خارج أرضية الميدان. كانت خطيرة، كانت لا شك مميزة للأهلاويين لو حضر. يبدو لي لم تلامس الشمري. المباراة الأول ربما يقول البعض لماذا وكيف، والمباراة في شوطها الأول أتت بثلاثية. نجاوب ونقول نعم، الثلاثية حضرت في شوط المباراة الأول، لكن هذا لا يعني أن هناك سرعة في الأداء، بل يعني أن الهلال استغل ثغرات وأحرز معها أهداف ثلاثية، وأيضا كان متمكنا من شوط المباراة الأول. الأهلي الآن يجوا الآن من شوط المباراة الثاني. هنا خطأ من الدفاع الهلالي قد يكلف الشيء الكثير، وفعلا هدف أهلاوي أول، هدف أهلاوي أول يحضر قبل تمام الدقيقة العاشرة من ديربي ديميانوفيتش يحرز أول أهداف الفريق الأهلاوي. بالتالي تتقلص النتيجة، بالتالي نعود إلى الوراء، لكن بالواقع الأوروبي مدرسة كرة القدم الميلان حينما كان متفوق بثلاثة عادت الأمور للريتم ثلاثة قبل أن تأتي الأمور ليست سارة للروسوناري في ثلاثية، ومن ثم ضربات الترجيح تكتب النجاح للريتم. أيضا ليلة البارحة كانت المدرسة الأخرى حينما تقدم فرقة السيد العجوز بهدفين لهدف، لكن الأعجوبة بيرتر بريمان قلب النتيجة بثلاثة أهداف لهدفين في غضون 3 دقائق من نهاية المباراة. بالتالي هناك المدرسة وهنا التطبيق، والهلال يتقي هدفين من جانب نواف الدمياط وخالد السماوي. أيضا قبل 4 من السنين في المربع الذهبي تفوق الهلال بهدف لبشار عبد الله بجدة، ذلك قبل نهاية شوط المباراة الثاني هدفان قبل أن عموما نبقى مع الكرة والأهلي، لكن هناك اوفسايد، هناك اوفسايد وضربة حرة غير مباشرة. نرجع كما ذكرت إلى تلك السنة حينما تقدم الهلال ببشار عبد الله من ضربة جزاء بجدة في الإياب، واستبعد حسين عبد الغني ببطاقة حمراء، والهلال أيضا تقدم بهدف، لكن قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة أحرز الأهلي هدفان، ومن ثم يأتي الشوط الإضافي بهدف ذهبي أحرز هدف التعديل يوم أن تلقى كرة من خالد التماوي وفاز الهلال. بالتالي التقلبات ترى أهلاوية وترى هلالية، لكن موجودة في العديد من مواجهات الفريقين. بالتالي نقول أن الواقع عبد الغني النجم المونديالي والنجم الكبير، لكن هو الآن ليس في المونديالي في الفترة القادمة. تيسير الجاسم يطالب بضرب عند مستوى المنتخب السعودي، والوقف لدى مستوى المنتخب السعودي، والنظرة الثاقبة للمستقبل القريب. كيف سيظهر السعودي العجيب، السعودي الرهيب الذي حضر، والكرة ملعوبة تصل إلى ياسر المسليم. الهلال في آخر المواجهات خسر من الطائي هدفين دون مقابل، وتعادل مع الاتحاد هدفين لهدفين، وفوز على الوحدة 4 دون مقابل. هنا الكرة من جانب تيسير الجاسم، الجاسم يتحصل على ضربة حرة مباشرة، والضربة الحرة المباشرة ملعوبة، تعود من جديد أهلاوية تصويبة، وعموما الكرة إلى خارج أرض الملعب. ضربة مرمى، ربما أن المخرج محى عن الأعين وعن الأنظار اللقطة الماضية، لكن صيحات الجماهير كانت تدل على أن الكرة ذاهبة لا محالة إلى ضربة مرمى هلالية. تيسير الجاسم لا شك بتحركاته وإمكانياته، يقول للأهلاويين ذكرى لأمين دابو، الثعلب الأهلاوي الخطير، الثعلب الأهلاوي الباكر، النجم الذي حقق إذن النجم الهلال البارز يأتي بديلا عن جيوفاني. إذا خرج الخبير والذي يملك الخبرة، وأتى الشاب المزمان. وهنا محاولة أهلاوية أساسي، كرة إلى فهد الشمري مباشرة. ممتازة المحاولة للفريق الأهلاوي. كما ذكر الفريق الهلالي معين ينضم من النجوم الثنيان النعيمة وفي شوط المباراة الأول. هنا العنبر يلعب الكرة إلى كماتشو، صعبة هذه الكرة تصل لسامي جابر،
والجابر يضيع الفرصة الهلالية، لكن يبدو لي أن فيها أوفسايد وضربة حرة غير مباشرة. وهنا الإعادة من جديد، ضربة حرة غير مباشرة أيضا تسجل لصالح الفريق الأهلاوي باعتبار تواجد سامي الجابر في مكان التسلل. كما ذكرت الهلال تنتظر مباراة الديربي أمام النصر. هناك خطأ وليس تسلل، خطأ يحتسب حكم المباراة لفائدة الهلال. غريب أن يحتسب الضربة الحرة المباشرة ولا يعطي مبدأ استمرارية اللعب في الكرة الماضية. غريبة جدا اللقطة الماضية. مارسيلو تافاريز لدى الركلة الحرة المباشرة. مارسيلو تافاريز حاول الحرمين الشريفين، كان التعادل هو الحكم في تلك المباراة، والجاسم يقع عرضا وتضيع عليه فرصة هلالية أهلاوية بالإمكان أن يضع فيها الهدف الثاني، مطالبا بضربة حرة مباشرة لم تحتسب من جانب علي المطلق. كرة إلى فادر المبارك. المبارك ممتاز في المرور، لاعب كالزئبق دائما يتحرك تماما، وتيسير الجاسم أيضا من الجانب الأهلاوي، عنصران حيويان في خط المنتصف للفريقين. احسان عبد الغني يتحصل على ضربة حرة مباشرة لصالح الفريق الأهلاوي. طبعا آخر مواجهات الأهلي تعادل مع الحزم 1-1، خسارة من الاتفاق 1-0، وفوز على القادسية ب3 دون مقابل. وهنا محاولة للأهلي، قطعت الكرة. فادر المبارك إلى البرازيلي كاماتشو يوزع الكرة إلى الأمام، والجابر مباشرة إلى خارج أرض الملعب. ممتازة من جانب البرازيلي كاماتشو بالمليمتر، والكرة من سامي الجابر إلى خارج أرضية الميدان، تأتي كضربة مرمى. محاولة أهلاوية تأتي من مالك معاذ يلعب الكرة لعبد الحق آية العريف، والعريف يغير اللعب لتيسير الجاسم. تأتي كرة أهلاوية، جول مالك معاذ، عودة قوية من بعد غياب. مالك معاذ يأتي بالهدف الثاني بعدما غاب في هذا اللقاء، لكن بدأ تمام الدقيقة 75 يعود بالأهلاويين لأجواء المباراة باستدارة تذكرني بعبيد الدوسري، تماما كاستدارة عبيد الدوسري، وتصويبة مباشرة للشباك. الهدف الثاني دائما عبيد الدوسري باستدارة ونصف الدائرة يشكل بها الأهداف بتصويبة من لمحة من عبيد الدوسري تتجدد بها الذكريات فيها، حيث أن الفريق الأهلاوي حقيقة صاحبه وقت مرير بعدم القدرة على الإحراج جدا. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، تأتي خطيرة لكن تأتي بالدفاع الهلالي. الله الله لا 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 لا، ماذا يحدث الآن؟ الله أكبر، مباراة في غاية الإثارة، وربما الإعادة فيها إفادة للقطة الماضية من جانب الأهلاويين الذين يطالبون بهدف برؤيتهم مستحق. هنا الإعادة من جديد، الكرة الأهلاوية فصل الأمر، فيها أوفسايد، يتم فصل الأمر في الكرة الماضية، فيها أوفسايد ولمسة يد، الاثنتان حاضرتان، وبالتالي هدف أهلاوي يمنع. نعاود من جديد الكرة مرة أخرى. عموما هناك استوديو تحليلي وهناك خبراء في القانون هم أدرى بمثل هذه الشؤون، هم الأقدر على ذلك وهم الأفهم، وحقيقة حينما تأتي المسؤولية تلقى على عاتقهم حينما يتحدثون. ونبقى نعلق على المباراة، بطاقة حمراء تزيد من أوضاع المباراة اشتعالا، هي تأتي لمن؟ يبدو لي حسين عبد الغني. دعوني أتوقف عند اللقطة القادمة وعند
الحضور للبطاقة الحمراء لمن من الأهلاويين؟ هو عبد بسيسي. عبد بسيسي عبد بسيسي بطاقة حمراء. ليس جديد طبعا أن تكون الإثارة في عالم كرة القدم. هنا الكرة تأتي من اليمين، محاولة أهلاوية والشمري يمسك بالكرة. الشمري يمسك بالكرة، وأيضا هناك خطأ لفائدة فهد الشمري بالكرة الماضية. خطأ محتسب لفهد الشمري في اللقطة الماضية وضربة حرة مباشرة. 8 دقائق حقيقة أراها نارا في الوقت القادم وما تبقى من شوط المباراة الثاني. الهلال يريد الإبقاء على الحظوظ من أجل أن يصل إلى العدد النقطي للشباب مع الفارق التهديفي، بينما الأهلي يريد الهروب إلى الامتحان. يلا يا شباب، يلا يا شباب، زيدوها اشتعال. عبد العزيز الهليل بديل من ياسر الياس. الآن كاندينيو يرى في الدفاع خير من الهجوم، رغم أن قاعدة كرة القدم تقول طبعا الهجوم خير وسيلة خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، والمباراة يبدو تلخبط الأمور بالنسبة لي. وأيضا نقول بأن طريقة الدفاع طريقة إيطالية، لكن كاندينيو برازيلي. ربما الآن هو يقتبس الخطة الإيطالية ويقتبس الخلطة الإيطالية، حظوظهم من أجل التعادل. هنا محاولة أهلاوية، مالك معاذ، يا ولد يا مالك معاذ يتقدم الآن، والكرة لخارج أرضية الميدان. تأتي كضربة زاوية. مالك معاذ في 20 دقيقة ظهر جليا بعد أن أتى من جانبنا العتاب. حضر مالك معاذ ويقول من جانبي ليس هناك غياب، والكرة لدى عبد الحق آية العريف. ضربة زاوية لفائدة الفريق الأهلاوي من يسار حارس المرمى الهلالي فهد الشمري. عموما الاستشارات والمشاورات بين حكام المباراة على المطلق في حديث، ويكمل الحوارات مع المساعد الأول. ما هي المشكلة وما هي المشاكل التي تحدث من جانب الفريق الأهلاوي؟ يبدو من جانب الجمهور الأهلاوي هناك بعض المقدوفات على المساعد الأول. الكرة لدى حسين عبد الغني، لا شك في ذلك، قلتها قبل أن يحضر لأنني أعلم ذلك. حسين عبد الغني متعهد لمثل هذه الكرات. حسين عبد الغني عموما أيضا الإداري الأهلاوي بجانب الحكام، وهنا الحكم طبعا الرابع السيد عبد الرحمن العمري في حديث وحوار لتهدئة الأمور. ضربة زاوية تأتي للفريق الأهلاوي، ونتابع، نبقى متابعين، نبقى ملاحظين، نبقى مدققين. والكرة مرعوبة لكن الدفاع الهلالي يبعدها، والمحاولة الأهلاوية لا تزال خطيرة، والشامري حاضرا يمسك بالكرة. محاولة أهلاوية خطيرة. نيبوشا قام اشتعالا مع الكرة وقام حرقة للكرة، يقول ليتها مقطوعة من الدفاعات الهلالية. عادت من حسين عبد الغني، والكرة إلى خارج أرض الملعب. تأتي كضربة مرمى للفريق الهلالي. إذن 90 دقيقة والأمور معها هلالية، لكن تفاريس يبعد الكرة وتصويبة تأتي خطيرة وأخيرا مبعدة من فهد المبارك. تصل لسامي الجابر، سامي الجابر لمحمد العنبر، 1 ضد 1. العنبر يحاول بعد الكرة، ضيعها العنبر. صار كبير ستذهب السبت المقبل لقيادة المنتخب الأخضر، منتخب المملكة العربية السعودية، في مباراتها الودية الدولية التي ستقام مع البرتغال يوم الأربعاء المقبل. ستكون حصرية على شبكة راديو وتلفزيون العرب. مباراة كبرى ستجمع السعودية والبرتغال، وانضم إليها سامي الجابر إضافة لمحمد نور وسعد الحارثي في قرار لباكيتا مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم. للتذكير النتيجة النهائية لمباراة الهلال والأهلي 3-2 لمصلحة الهلال. مباراة كانت قوية وعنيفة وحماسية، استطاع الهلال أن يسجل مسلسل الأهداف بداية من